2020 هير وي جو اجين. اليوم عندنا اخبار لازم يكون على التعيس كله، ما خاطر انا يوتيوبر الحقيقه يعني فهمني، كيوتيوبر يساعدني في هذا خاطر العباد الكل باش ترجع تشد ديارها. هذاك علاش ما نجمش نمسك عليكم. لا ولا اختفت فيك الاولاد، فما فيروس جديد باش يضرب كيما الكورونا. مور فيوز برو، مور فيو. والله يفدك والله يفدك. عزيزي فما خليك فما فيروس جاي جديد فهمتني، براند نيو جابته الصين كما العاده والعواد. فرحتنا السيد، مشرفتنا، رفعت لنا ريوسنا، برافو. شكليتو المره هذه فسر، خليته جلد تمساح وكليتوه المره هذه. منين باش يجيبوه الفيروس هذا؟ ما فهمتش انا الحقيقه. دونك اليوم باش نشوفوا شنو الحكايه. فما فيروس جديد خليك كيما يمكن فما بوسيبيليتي اللي هو يصير كيما الكورونا. ربي يلطف بين الناس الكل. بالطبيعه فما برشا عباد توفات بسبب الحكايه هذه. دونك ردوا بالنا، لازم معناتها نوصل لكم معلومه وباش نشوفوا اسكو هالفيروس هذا زعما جاب طبيعته ولا مفتعل. خاطر فما واحدة ليلى عبد اللطيف قالت اللي الحكايه دي باش تصير بالطبيعه كذب المنجمون ولو صدقوا. بالطبيعه معناتها الكلام هذايا انا ديما نقول لكم راهي هذيك تاخذ كلام من عند مجموعات مش معروفه، هي معروفه ما كيك ما نكذبش نقول فهمتني. نلعب على السيسبان. ليتس جو برا نمشيو القناه العربيه حسيت بشتر بيسالش حتى نكرهم ما ناخذ ما عندهم المعلومه بيسالش. العالم يراقب أنفاس الصين حيث ظهر فيروس جديد يوقظ المخاوف من عودة الجائحة HMPV. اسمعني شوفونا اسم خير. شنو HMPV؟ حسيته PTV، حسيت تبع التلفزيون. واسم الفيروس الجديد الذي انتشر في الصين وأثار هلعا واسعة. حالة الإصابة بالتهاب الرئة التي تسبب فيها الفيروس سجلت بأعداد كبيرة خاصة بين الأطفال دون سن 14 عاما. معناتها هذا يضرب الأكثرية الصغار، هذا اللي فهمته، يضرب الكبار أما الأكثرية الصغار. الفيروس الجديد وبحسب الأطباء أعراضه تشبه الإنفلونزا لكن لا علاج له حتى الآن. الخوف ايوه لهنا خويا مربط الفرس، خليك لا علاج كما العاده. باش يعملوا لنا دواء في عام، هو نورمالمون راهو الدواء ما يخرج للببليك ما يخرج للعالم، كان على الاقل 5 سنين. الكوفيد خرج في عام ولا عام شويه. دونك الحقيقه ربي يوفقكم العباد الكل وربي يطول في اعماركم. مش مع اللي خديتوا الدواء هذاك شنو عندي هو الحقيقه انا ما عملتش تلقيح ومانيش باش نعمل تلقيح نتاع دواء عملوه في عام ولا عام ونص. الدواء راهو يقعد 5 سنين نفهموها على الاقل. كيفاش عرفوا المرض هذاك شنو هو الانتي فيروس نتاعو، كيفاش جربوه، على قداش من واحد جربوه، كيفاش خذا الابروفل تاع منظمه الصحه العالميه، وكيفاش مشى راهي بروسيس كامله. راهي مش حاجه نتاع شهر ولا شهرين، حاجه نتاع 5 سنين بالرسمي. هم لازم يجربوا يعاودوا على اول يجربوا على الحيوانات ومن بعد يجربوا على العباد. معناتها سي بون الحاله على الاخر نتاع المرض هذايا فهمتني، معناتها قريبه اللي قدر باش يتوفى. هذوما جربوه في عام ونص. خليك الخيط الدواء اي جاكم به. لا خلي الدواء عندك حتى كان مرض نحاول نبره وحدي سينو هاني توكلت برجله معناتها ما كنتش انت باش جيت عادي عليه. الخوف هنا لا يحتاج الى اجهزه قياس، فالخطر يبدو وكأنه يستعد لجولة جديدة. الحكومة الصينية حثت مواطنيها على العودة إلى ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، وفي صمت المختبرات تفتش العدسات عن حقيقة الفيروس الجديد. كل ما عرف عنه حتى الآن هو أنه يشبه الإنفلونزا ويسبب أعراضا مثل السعال والحمى والصفير واحتقان الأنف. هذا كوفيد برو ماكس، النسخة المتطورة، الميزاجور الجديدة. لكن يمكن أن يتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي. أما فترة حضانة الفيروس فتتراوح بين 3 إلى 6 أيام، بينما قد تستمر الأعراض لفترات متفاوتة بناء على شدة العدوى. ينتقل الفيروس من خلال الرذاذ مثل السعال والعطس، والاتصال الشخصي مثل المصافحة أو الاتصال المباشر مع شخص مريض به. صدقني كوبيكو اللي على الكورونا بالضبط نفس البدايات خويا، نفس الانترو متاعه. يا والله يا جماعة الصين يهديكم ربي. يا تشاينا بليز listen to me please stop eating bats crocodiles ايش عارف هنا خويا لاينز كله حاجة كيف ده كله خويا عارف دجاج بقر علالش فهمتي. حتى الحلوفة اختك خويا ديما ياكلوا حاجة وبعد نوحلوا فيها احنا. الله يهدي مخلق والله ربي يلطف فوق هاو الحقيقة. يعني انا ديما نتسأل علاش ديما الصين، وهذه الحاجة اللي باش تهزنا اسكو المرض هذا مفتعل ولا مش مفتعل. اسكو جات هكا شكون هكا خلاه المرض هذا ينتشر في الصين بالعاني. فما زوج حجج الحجة الاولى اللي معاه اللي المرض هذا جاي من الصين معناتها وحده على خاطر يقول لك الصين
اكثر دوله فيها نسبه سكان 1,400,000,000. عندك هي والهند. اما انا عندي سؤال، علاش المرض ديما يجي من الصين مش من الهند؟ مع ان احنا نعرفوا في بالنا الهند معناتها كي نتفرج على فيديوهاتهم الماكل وكيفاش يعيش صراحه يعني من اقدر البلايص والبقاع اللي تنجم تمشي لهم حول العالم. معناتها هذوك ما يخرجوش لي فيروس ويخرجوهم للصين. انا هذاك هو التساؤل نتاعي، هذاك علاش وليت نمن اللي فما شكون يخلي المرض هذاك في الصين. اول حاجه خاطر فيه برشا عباد، وثاني حاجه هي العدوى اللدوده نتاعهم. انا هكا حسب توقعاتي، خاطر الفيروس هذوما راهم ينجم يكونوا معناتها عملوهم عباد، عملوهم بشر، فهمتني، بالعاني باش هكا يقضيوا على الدوله ولا يخليوها هكا واقفه بريود نتاع وقت. وعلاش ديما الصين؟ خاطر الصين قاعده تتطور وقاعده ديما تنمو، معناتها كل ما تقارنها مثلا عام سناب عام ناور تلقاها تطورت برشا، تقدمت برشا. دونك فما دول ما تساعدهاش، تقول لك كذي باش تولي معناتها على قريب وتولي اقوى قوه في العالم، دونك ما يساعدهاش، دونك تنشر لك الفيروس غادي. انا نمن بالحكايه دي، وهذه مش نظريه وكالفازيات وارض مسطحه او كرويه او التعزق هذيك. انا نمن باللوجيك خويا، نمن اللي الحكايه دي تنجم تصير. هذه حرب بيولوجيه تسميوه. هذه الحكايه فيها ديجا بيل جيتس مره قال راهو العالم قاعد يتطور باش نوليو نضربوا بعضنا بحاجات ما تتشافتش، حرب بيولوجيه معناتها من الاخر، فهمت؟ معناتها دي فيروس طيش لك في بلاد في بلاصه، فهمتني، تدمر لك شعب كامل. وهذه اللي قاعد صاير. معناتها شوف انت في 2020 برا ما عجبتهم الفازه، خلي كاين نعاودوا نضربوهم مره اخرى من الاخر. وزيد الحاجه الاخرى اللي كي ليلى عبد اللطيف تحكي على موضوع راه مبعوثه من عند شكون، دونك كي هي تنبأت باش نتفرجوا بعضنا كيفاش يتنبأ، دونك انت اكدت اللي المرض هذا مفتعل، خاطر كان ما جاش مفتعل عبد اللطيف مش باش تعرف، اما وصلوا لها الاخبار وخلوا لها قوه. بعض الدول في العالم بتواجه خطر انتشار وباء عالمي جديد، ومنظمة الصحة العالمية قد تعلن عن إجراءات وقائية أشد صرامة من إجراءات كورونا. وانتشار هذا الوباء أو الفيروس سيكون واسع وخطير، ولكنني أرى أنه سيتم تطوير لقاحات وأدوية جديدة وذات فعالية عالية جدا ومبتكرة سوف تساعد العالم والمصابين. صدقني كي قالت لك كانت لازمني ما ناخذش الدواء، مادام قاعد تمدح في الدواء هذاك خاطرك راهو مبتكر وحاوف حاجه فعاله وباهي ومزيان على الاخر. انا مش باش ناخذ مادام هذه خالد باز هذه اعطيها الفلوس تدخل وهي تدخل ايش انت تحب من الاخر. هذوما شركات الدواء مثلا نجموا يستعملوها هي باش تفلونسي على العباد باش هم يوليو يكونسوميو الدواء بعد ما صنعوا الفيروس. باش نعطيكم اكزامبل صغير باش تفهم اللعبه الكل لابز الكل. نحكيو على لي بي سي واللي زورديناتور والعالم هذا نتاع الانفو وكل. ريت فما شركات نتاع انتي فيروس ضد الفيروسات هي بدات تصنع فيروس بالعاني باش العباد ياخذوا البروجرام نتاعها، خاطر كان هي عندها الانتي فيروس نتاع الفيروس هذاك اللي هي بالاساس هي صنعته، فهمتوا؟ تعمل روحها مش هي صنعته، العباد تشري هذاك. هذوما هم شنو عملوا؟ مش عملوا فيروس صنعوا له يمكن الانتي فيروس ولا الله اعلم يمكن مضر زاده مع البازر، وخاطر دواء كيما كيكا عنده اضرار جانبيه مش اضرار كبيره. وصاو برشا عباد انفلونسي باش يحكيوا الشيء هذايا بما فيهم ليلى عبد اللطيف، وباش نسمعوا راهو كيفاش يجي المرض هذايا، باش نسمعوا برشا باش تقول لك خذ الدواء هذايا وافيكاس وفعال وعلى ما تلقاه هو معروف بالباهي ولا معروف بالباهي، فهمت؟ ماني هاني فهمتني؟ اعطيهم الكاش اعطيهم ماني. وهذه حرب بالرسم بيولوجيه ربي يستر من حسب مشينا فيها احنا بالطبيعه ربي يقدر الخير على تونس وان شاء الله الحكايه تعدى سلامات ومعناتها المرض هذايا يلقاو دي سوليسيون كيفاش يحدوا منه ونرتاحوا. اما حسب ما سمعت وحسب ما ريت وهي شيء مبشرش بالخير وديما نردوا بالنا، فهمت؟ خليك هذا حتى عن طريق المصافحه معناتها تسلم على واحد ساي نفس الكورونا، خليك كما اشد شوي. كورونا ترينت شويه في الجيم، عديت 4 سنين وهي تترين وعادت بقوه. عزيز كونوا هكا كمان مع الفيديو، اعطينا رايكم قولوا لنا اسكو حس بريك اسكو المرض مفتعل ولا جاي وحده. وبيس اند لوف كان معكم اخوك من زيداش تو ذا اكس. نشوفكم ان شاء الله غدوه الصباح وغدوه زيد ان شاء الله العشيه في زوج فيديوهات وباي باي.